هلو حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. النهارده الاربع، مش فاكره النهارده كام، تقريبا 10 يعني على حد علمي. عماله هاتي من ساعه ما صحيت من النوم الصبح. وبجد يعني النهارده انا صاحيه 6:30، دلوقتي تقريبا الساعه 10:15. انا كل ده قاعده فاهمين بتناقش، شويه بتقنعي فهد بحاجات وشويه فهد ينزل تصحى لك دياله بحواراتها ومشاكلها وهرموناتها. يعني مش قادره اقول لكم دياله دي المود بيتغير. عارفين السويتش بتاع الكهرباء اللي هو الزرار بتاع الكهرباء؟ ديالا المود بتاعها بيتغير اون واوف، كانه واحد ماسك السويتش وعمال يعمل كده. نيويز، خليني اديكم ابديت على السكين كير اللي بستخدمه. انا بستخدم المرطب بتاع العين ده بتاع سيرافي. الصراحه انقذ لي عينيا في الترطيب من بعد الكارثه اللي عملها لي الريتينال لعينيا، ان هو تقريبا حرق لي عينيا. الحمد لله الجلد ابتدى يتعافى بسبب السيرافي ده. بس حطوه اول حاجه، يعني شفت ناس كتير بتقول ان كريم العين يتحط اول حاجه قبل اي حاجه في الدنيا، لان انت بتحطي تونر وسيرم والحاجات دي كلها بتبقى عازل وما بتخليش عينيك تستفاد من الفوائد اللي جوه كريم العين. رغي كتير قوي كده على الصبح. هستخدم التونر ده بتاع داماسين، هو ميلكي تونر كده، بيرطب البشره حلوه قوي قبل الهاليرونيك اسيد. انا ماليش قاعده في البيت، انا انزل. فاهمين؟ صراحه اتخنقت من القعده بتاعه البيت، بشتغل طول الوقت في البيت، انا تصوير، شغل، كل حاجه في البيت. فببقى محتاجه كده من فتره للتانيه ان انا انزل، يعني فاهمين؟ فهروح اعزم نفسي على الفطار النهارده واشتغل بره البيت. وعايزه اروح مكان، المكان يبعد عن البيت عندي 25 دقيقه. فاهمين؟ 25 دقيقه، ناقص 25 دقيقه زي يوم اكون في السخنه. بصراحه كنت عامله حسابي اروح المكان ده انا وواحده صاحبتي، بس النهارده هي البلان مش نافعه خالص. فقلت دعاء روحي يا حبيبه قلبي بسيتي نفسك، انا لو هستنى الناس تفضى مش هنزل من البيت. حط السيرم بتاع الهاليرونيك اسيد بتاع ساش، انا قلت هاليرونيك هاليرونيك اسيد بتاع ساش. صراحة مش عارفة البس ايه، بس صراحة في بالي اتصور نفسي برضو، بنزل اصور نفسي عادي. ففي بالي اتصور، وعايزة البس اوتفيت لذيذ كده، وفي نفس الوقت ماليش خلق. عارفين؟ رأيكم في بيجامتي؟ خطيرة، انا بحب البيجامة دي قوي. كنت المفروض اجيب لديالة واحدة منها، لان كان في البنت وامها، بس كفاية على ديدي بيجامات كده. يعني بجد بجد جبت لها بيجامات كتير قوي الفترة اللي فاتت. ممكن البس دول، يعني البس البتاع ده ابو شراشيب، والبس معاه الهاي نيك ده التورتل نيك، ونلبس معاه جينز اسود. البس معاه جينز اسود، بحس الاسود مع الهافان بيبقى لطيف. شوز الصراحه مش عارفه ممكن البس ايه، وممكن البس اجز، ممكن البس تانو. ممكن البس الاجز دي، بس اعمل كده، يعني اعمل كده او اسيبه، مش عارفه يعني على حسب الاوتفيت ما يقول. بس ممكن البس ايه ده، ربنا ما تحررش، يعني ساعتها هزعل قوي. بس الخلطه دي هتليق قوي على الاوتفيت. لا انت ابتديت توترني، انت ابتديت توترني وتخضني بجد، والله العظيم الجهاز بتاع شفت الهواء ده بجد ابتدى يوترني، بقيت بخاف منه، بيخضني حرفيا. نيجي للمرطب، بشرتي اليومين دول تعاني من جفاف مش طبيعي، وده بسبب الشتاء. يعني انا بشرتي في الشتاء جافه جدا، في الصيف دهنيه كده. لو انت عايزه مني يا ست انت. فهاخد كده حبه من المرطب. بحب الاول اسخنه كده على ايديا، لان هو شويه بيبقى ماسك كده، وبعد كده نرطب. وهروح البس ونرجع بقى نحط ميك اب مع بعض. انا مش عارفه انتوا بتحبوا الفقره دي ولا لا، فاكتبوا لي ان كنتوا بتحبوا الفقره بتاعت السكين كير. اديكوا ابديت على السكين كير اللي بستخدمه الفتره دي، او ان انا احط ميك اب معاكم، ولا بتحسوا بملل يعني؟ ادوني ابديتس كده. بس بحاول اخدكم اليوم من اوله معايا، يعني اخدكم في كل التفاصيل انا بعمل ايه، كانكم عايشين معايا بالظبط. خلاص لبست مبدئيا كده، هنرسم حواجبنا. بصراحة مبسوطة قوي بالنتيجة اللي وصلت لها حواجبي، اني بقيت يعني مش برسم اللي هو بملى فراغات الشعر، يعني مرحلة عمري ما كنت احلم ان انا اوصل لها الصراحة، بس الحمد لله يعني وصلت لها. وده حصل بسببين. اول حاجة بطلت اروح لحد يعمل لي حواجبي، لان انا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده. لما بتروحي تعملي حواجبك، هي بتلاقي نفسها كلت شويه من حاجب، فبتروح واكله من الحاجب اللي هو مظبوط، فبتبوظ لك حواجبك. الا من رحم ربي، عشان بتبهدل لما بقول الجمله دي. في بنات يعني بيعملوا حواجب حلو. هسرح حواجبي بمسكرة الحواجب دي من عند اوفيوس.
حط الماسكارا دي من عند لوريال اللي اسمها تلسكوبيك، الصراحه طلعت روعه. عايزاكم تبصوا الفرق ما بين العين دي والعين دي، اللي يشوف دي يقول حاطه رموش، بصوا، ودي كوت واحده يعني فرقت جدا، حددت شكل عينيا اصلا. بقيت مدمنه على البلاش ده من عند كيكو، الدرجه بتاعته اسمها جوسي فيز. بس ده حرفيا الميك اب اللي انا بحطه وانا نازله. كنت زمان اما اجي نازله يا لهوي، يعني ايه عندي ميك اب في الدرج وما احطش وانا نازله، يعني ايه يعني؟ بس مع الوقت بقى موضه اكتر الميك اب الناعم الكيوت، بلس ان احنا نازلين الصبح. كانش عندي ثقافه نازلين الصبح دي، ايه نازلين الصبح دي يعني؟ ايه علاقه؟ انا كترت قوي اوكي، يعني ايه ثقافه ان احنا نازلين الصبح؟ ما ننزل الصبح، ايه المشكله؟ ليب لاينر من عند كيكو درجة 22. حبايب قلبي شي جلام بعتولي كل الجلاس اللي هو الجديد بتاعهم اللي اسمه جلاس لوك اير، فالمفروض ان احنا نختار درجه نحطها. بصوا انا كنت عايزه احط اللي هي السيبيا دي بس تبقى غامقه قوي على الصبح، فاحنا عايزين درجه على بني بس في نفس الوقت تكون خفيفه. فاحنا عندنا الاوبشن بتاع فرنش توست او برانش بيب. اوكي، هو المفروض دي الشيدز من الجنب، ف I don't know، ممكن احط دي اللي هي اسمها برانشي بيب. تعالوا كده نجرب. حلوه، اختيار موفق كده. اوكي، الفيديوهات بتاعت زمان بتاعت واتس ان ماي باج او ايه اللي موجود في شنطتي، دلوقتي هعمل معاكم ايه اللي موجود في شنطتي. اكيد هحط الحاجات دي اللي هي الفرشه، البلاش، الليب لاينر، الليب جلوس. اكيد محفظتي نبيتي، انا ما بشيلش محافظ غير نبيتي واحمر، والايباد عشان اما نشتغل. نيجي بقى لفقره الصيغه فقره الصيغه. اوكي، نلبس ايه؟ هلبس اول حاجه الخاتم الفان كليف بتاعي، بحبه جدا. ايدي التانية ممكن البس فيها الخاتم ده اللي هو المسمار، اوكي كده، والبس معاه الخاتم ده، اوكي كده. I think ايدي بالضوافر يا جماعه حاجه، ومن غير الضوافر حاجه تانية، والله العظيم يعني حاجه محبطه جدا. طب ينفع نعمل سويتش؟ يعني نحط ده هنا وده هنا، يعني ده كده، لان انا كل ما بشتري خواتم، انا غبيه، كل ما بشتري خواتم بقيسهم على الايد دي، وعندي الايد دي بيقولوا عليها ايه، مقاسها اكبر من الايد دي، تمام؟ فتلاقوا هنا الخواتم بتعوم وهنا الخواتم ماسكه، فانا لازم اما اجي اقيس هنا وهنا، او اعمل الريفرنس هنا. بس anyways عشان انا دايما الخواتم الكتير بلبسها هنا وهنا بلبس الدبله، بس انا بقالي فتره ما بلبس الدبله ومحمد مش واخد باله، واخد باله هينفخني. بس ايه بقى في ايدينا؟ طيب ممكن البس البريسلت دي اللي هي مسمار برضو، بما اننا لابسين خاتم مسمار. البريسلت دي اللي هي بتاعت كارتيه او كارتير، بس في ناس بتقعد فاهمين. يا مرارتكم يا والله العظيم انا ما اقدر اقعد لانسان اعدل له لغته كده ابدا، ما اقدرش يجرى لي حاجه. يعني مهما شفت حد بيتكلم غلط عمري ما هخش اكتب له كومنت واقول له بتتقال كذا ما بتتقالش كده. ايه، خدته على الناس قوي قوي. الانسيال ده انا بحبه جدا، بس لاحظت الفتره الاخيره انه بيقع، يعني بيفك مني بجد. انا لو جراله حاجه الانسيال ده او ضاع مني انا هزعل قوي. فانا بفكر ان شاء الله يعني ربنا يكرمني قريب واتقله، يعني اجيب نفس الفان كليف بس اتقله يعني. فدي اكتر حاجه بقى بتاخد مني وقت، هي ان انا اقفله وبس. نروح نجيب بقى طرحه عشان نلبسها. غيرت الطرحه ولبست طرحه سودا. نيجي لفقره البرفيوم. احط البرفيوم ده من عند العربيه للعود، اسمه شالكي. ده فاهمين برفيوم نظافه، عايزه اشتري واحد لان خلاص يعني بيخلص. وهحط عليه، عايزه اعطس، استنى الحمد لله. وهحط عليه اللي هو ريد بيريز ده المفروض ان هو هير ميست وبادي ميست الاتنين في بعض، بس ريحته مسكره كده وفريش. صراحه الميكس ده انا بحبه قوي. جيتوا للحق انا والله العظيم مش قادره انزل، مش قادره انزل، مش عايزه انزل، بس انا بجبر نفسي عشان خلاص هيجيلي توحد من قعده البيت بجد.
مع انه والله الاسبوع اللي فات ده كان كله خروج، بس حسيت اني لا، انا لازم انزل، لازم انزل عشان احس ان انا عايزه اشتغل. يعني عندي حاجات عايزه امنتجها، احب بقى امنتجها بره، يعني مش لازم اقعد امنتجها في البيت يعني. ف اوكي، عايزه اوريكم على المرايه والله. كده الاوتفيت، مش عارفه اطلع البنطلون لبره ولا اخليه كده جوه. بصراحه حاسه هو جوه يعني الطف. كده الاوتفيت، بس الاجز جوه مش بره. بس صراحه مش مرتاحه لفكره ان الاجز جوه دي، يعني مش عارفه، حاسه رجلي كبيره من تحت. عارفه في ناس بتلبس الاجز اللي هو حتى مش عالي، مش اللي هو بوت، اللي هو الاجز العادي اللي على الارض. بس انا مش عارفه، مش حابه الفكره ان هو يبقى كده. بس يعني لبست كده شوز رياضيه عادي جدا، حاسه ان انا مرتاحه كده اكتر. يعني مش مرتاحه خالص في الاجز على الواسع، مش عارفه ليه. الساعه الان 11 وتلت. انتوا متخيلين انا لسه لغايه دلوقتي ما فطرتش وما شربتش قهوه؟ بس مش مهم، مش مهم نتاخر في الفطار والقهوه، بس يعني نفطر فطار حلو، ندلع نفسي. طبعا النهارده احنا هنبوظ الدايت معروفه، مش محتاجين نتكلم في الموضوع ده. فيلا انا هفتح ماب، فمش هعرف اشغل الموبايل. ميبي اعرف الاقي نفسي عارفه الطريق، لان المكان اللي انا رايحاه اول مره اروحه، وهو زي كافيه كبير كده اسمه بسكوته. فانا اروح اجرب، اروح بما ان مفيش حد فاضي يجي معايا يجرب معايا، واروح اجرب واقعد اشتغل بقى في الرواق يعني. اولموست خلاص وصلت، ناقص بالظبط دقيقة. مشوار الصراحة، يعني مشوار، يا رب يكون يعني ورثت بقى، يعني ما يكونش دبيت المشوار ده كله على بلح. يعني اتمنى ان يكون الموضوع ورثت. قمة العبط اللي في الحياة ان الواحد يسوق نص ساعة عشان يروح يفطر ويرجع، يسوق نص ساعة تانية برضه. ما شفتش عبط زي العبط اللي انا فيه. الصراحة زهقانة يعني، خلاص زهقت. مكان حلو قوي، بس المزيكا ورايا بالظبط. في بقى كافيه جنبه انا عايزه ابقى اجي فيه مره تانية، اسمه بينك حاجه كده. استنى خليني اوريهولك. هو الكافيه ده اللي عنده شمسيات بينك. طلبت البيتزا دي اول ما شفتها جوه عجبتني، فطلبتها وكابتشينو. على حاجه هنا العصافير بتلاقوها عماله تطير حواليكم. شكلهم عسل قوي. عمري في حياتي ما حسيت بملل في مكان قد ما انا حسيت في المكان ده. ممل وساقع، ساقع، جو برد قوي يعني. لا والله العظيم حسيت بملل مش طبيعي، يعني حسيت عايزه اروح اقعد في مكان تاني يعني كؤبه كده. في اماكن بجد بتبقى عارفين اللي هو تقعدوا فيها، وفي اماكن بجد بتبقى كئيبه يعني، فبتحسوا ان انتوا مش قادرين تقعدوا. بالنسبه للاكل بقى، فالبيتزا انا اكلتها دي يعني اوحش بيتزا انا اكلتها في حياتي والله العظيم. وحشه وحشه وحشه، مليانه ريحان بطريقه مش طبيعيه، ريحان وروزماري بطريقه مش طبيعيه، لدرجه ان البتاعه كده الزرعه كبيره كده، فاهمين؟ طلعوهم بقكم تحسوا ان انتوا فاهمين. لا حسيت اني اتضايقت، انا مكملتش اصلا بقيه البيتزا وخليته يشيلها. بس اني حاسه ان اسعاره مبالغ فيها يعني. سيبكم من الكوفي، انا بتكلم مثلا عن البيتزا. قطعه بيتزا مربعه قد كده ب 200 وي، فحاسه انه لا برضو اوفر، فاهمين؟ وما يستاهلش المشوار خالص. بصوا الاماكن اللي زي دي، بحس ان في اماكن والله العظيم الناس بتشوفها على السوشيال ميديا ويقولوا لك المكان حلو جدا للتصوير، تروحي هناك تتصوري فيو حلو، اضاءه خطيره، تطلعي بشوتات تحفه، لكن ككواليتي لا، ما انبسطتش. ميبي الحاجات الحلوه هي اللي كانت تبقى حلوه، بس اتقول التجربه مش حلوه خالص يعني. حسيت بجد ان انا عايزه امشي. ميبي عشان ممكن لو انت مثلا رايحه انت واصحابك تنبسطوا، بس انا شايفه المكان ممل يعني الصراحه، يعني شايفاه ممل جدا. فكره ان انا لوحدي، طب ما رحت اماكن كتير لوحدي ما كنتش بحس بالملل ده. لا حسيت بجد ان انا ملانه. كويس دلوقتي انا هتحرك وشايل هم حاجه واحده بس. المفروض ان انا هدفع باركينج بره
بس انا معيش كاش. الكارثه اللي بعملها في نفسي كل مره باجي خارجه عايزه احط روج، بس بعدين بقى خلاص. اين الاكزت يا بني؟ ايوه الحمد لله لقيت المكان بتاع الاكزت، الحمد لله. يلا خلينا نمشي، لا نمشي دبنا مشوار على الفاضي. يلا بس اتصورت صور حلوه. الصراحه يعني صورت صور حلوه. اعتقد ممكن يبقى فيه فيزا، اعتقد. اوكي. واضحة سيبوني في الزون اللي انا فيه، عبرنا بحور يا عزيزي، واحدة واحدة تيجي تيزي عليا، عايز افنتاب وما تعلقش باللي حبودي، بس مش داري انها ما جاتش بسهولة، اللي منك مش عايزة سهلة ومش مستاهلة، عادي حلقة ومش بستعف، فما تذكر لي. هلو حبايبي، هلو. طلعت فوق كده، فنشت الفيديو اللي انا كنت بمنتجه وخلاص. كنت اصلا خلصت اغلبه في الكافيه وطلعت فوق بس فنشته. ويلا نروح نجيب فهد من المدرسه وبعد كده اروح السوبر ماركت. انا عايزه اجيب شويه حاجات النهارده ممكن نطبخ مع بعض. جاي على بالي اكل ستيك، بس مش عارفه اكل ستيك مع ايه. ناكله مع سوتيه ورز ولا ناكله ايه؟ بصراحه مش عارفه، خلوني افكر. بس خلينا نروح نجيب فهد لان انا متاخره على فهد جدا. احلى حاجه ان انا بخش العربيه واركن المفتاح على جنب على اساس ان ايه يعني العربيه تمشي لوحدها مثلا. رحنا السوبر ماركت لقينا مفيش حته نركن فيها. هو السوبر ماركت كده اسمه اوسكار بس حاجته حلوه قوي، ما لقيناش سنتي نركن فيه لان السوبر ماركت ده جنب الشركه بتاعت فودافون، فالموظفين كلهم حاطين بقى عربياتهم. فاحسن وقت تيجوا فيه السوبر ماركت ده يبقى بالليل، يكونوا الناس دي كلها او اغلبهم روحوا يعني. يلا يا زيزي، يلا حبيبتي. هلو حبايبي، خلاص رجعنا البيت وجبنا فهد وجبنا دياله وما رحتش السوبر ماركت. وعديت على الراجل بتاع اللحمه ما لقيتش عنده ستيك. ده تاني يوم ما لقيتش عنده ستيك، مش فاهمه في ايه. بس خلاص ملهاش حل تاني. كلمت محمد قال لي محشي وما تتعشموش. انا ما بعرفش اعمل محشي، انا في الحلويات يعني مره عملته كده، بس انا بالنسبه لي المحشي ده طاقه مهدره والله العظيم. تقعدي تعملي فيه ساعات ويتاكل كده، يعني ايه ده ايه ده؟ ما بيلحقوش يشكروكي اصلا. المهم يعني في حد جنبينا بيبيعوا جاهز ونضيف وكل حاجه، فجبت يا دوبك بس هسويه مش اكتر من كده. وعندي شيش فهنعمل محشي وشيش وبس كده زي الفل. اصلا الجو برد والدنيا بره عماله تمطر وفي الحلويات. فخليني اروح اغير الهدوم اللي لابساها دي والبس بيجامه. فهنغير في ثواني غيرنا. يا ريت الدنيا بسيطه كده، لو نعمل كده كل حاجه تخلص في ثانيه. يلا بينا على المطبخ عشان نعمل الغداء. اهلا بيكم يا حلوين في المطبخ، ويلا بينا نسوي المحشي. مش نعمل المحشي بقى، نسوي المحشي. صراحه مش عارفه اعمله كله في حله واحده ولا اعمل في حلتين، يعني مش عارفه الصراحه. ممكن اعمله كله في حله واحده. اصل ورق العنب السوا بتاعه بياخد وقت شويه عن الكرنب بيستوي بسرعه. اعمل ايه؟ اللمبه لسه معلقه، يعني مش عارفه اخرتها ايه معاها الصراحه. وبحبك قوي يا عيوني، بحبك مهما لموني. انا ما قلتلكمش صح، محمد عيد ميلاده يوم الجمعه، وطبعا الحيره بتاعت كل عيد ميلاد هجيب له ايه. وانا بعمل عيد ميلادي وده بكام يوم عيد ميلاد محمد على طول بنرد لبعض في ساعتها، عارفين كده. فالصراحه مش عارفه، فاحنا هنعمل نفس الحاجه.
هشوف هو ناقصه ايه ونجيبه. اعتقد ان هو عايز يجيب جاكيت، يعني بقاله فتره عايز يجيب جاكيت، فاعتقد ان احنا هنروح ناحيه الجاكيت. ده المحشي بجيبه من حد كده عندنا هنا في المعادي اسمه دكتور فليتو، تمام؟ ده اللي بنجيب منه اللحمه. لقيته بقى عنده محشي وكده فجبت من عنده. حبايبي انا حطاه عالي شويه عشان بس يفك التلج الاول، وبعد كده ابقى انزله الليفل اللي بعديه اللي هو بنحطه هنا بيبقى اقرب للنار، بس انا محتاجه بس يفك التلج الاول. بصوا مين نام راحت من النوم، بس كده كده لسه بدري. يعني انا في العادي ما بتنام مثلا على الساعه 7 او 7:30 بصحيها، بس نص ساعه دلوقتي تقريبا 5، فقلت خليها تاخد ناب صغيره كده عشان متبقاش مقريفه. ده الكلب بتاعها بيحرسها. هستنى بقى الشوربه تغلي، وعلى ما تغلي هقعد بس اظبط شويه حاجات في الفيديو وبعد كده نقوم نكمل. احسن واحده في الدنيا تسوي اكل، والله العظيم احسن واحده في الدنيا تسوي اكل. يعني شفت ناس كتير وقليل بيسووا اكل، وشفت ازاي. شايفين اشطر واحده تسوي اكل. معلش محبش اتكلم عن نفسي كتير. شايفين الدخان؟ شايفين؟ احسن واحده تسوي اكل، مش تطبخ، تسوي اكل. الحمد لله خلاص خلصت تسويه الاكل، تسويه خطيره. وكمان حجزت سينما بكره ليا انا وماما، هنروح نخش الفيلم بتاع الست بتاع منى زكي. الصراحه مش مقتنعه، يعني انا مش مقتنعه ان منى زكي هي ام كلثوم، بس انا ما بحبش كده، يعني ما بحبش احكم على حاجه وانا ما شفتهاش. وشفت كام مشهد حاسه ان انا عندي فضول ان انا عايزه اتفرج عليه، فحجزت ليا بقى انا وماما. بقى ماما اكيد هتحب الجو ده، فبكره ان شاء الله ان اراد ربنا. وحجزت اونلاين عشان ما يفوق الواحد لازم يتعلم من اخطائه. حجزت اونلاين، والميعاد بكره الساعه 12. الفكره ان الفيلم هيخلص الساعه 3 الا تلت، فاحنا محتاجين نخلص الفيلم ونطير، عارفين نطير حرفيا عشان نلحق ميعاد فهد، لان فهد بيخرج من المدرسه. يعني انا بروح اخده 3، فمثلا لو 3 3 و5 3 و10، يعني ده اقصى حاجه. سبحان الله اول ما حجزت الحجز اتعمل على طول، ولا علقت ولا الاوتي بيتاخر ولا اي حاجه، الحمد لله. فسالكه تقريبا. الفيلم التاني يعني يا ربنا ما كانش راضي عنه خالص، هو اصلا فيلم كده، يعني الحمد لله انا ما دخلتوش. الو حبايبي، صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الساعة دلوقتي 10:30 و5. الست هانم رايحة حضانة 10:30 و5، مش عارفة حضانة ايه اللي رايحة 10:30 و5 دي. هنوصلها ونطلع بعد كده على السينما. خدي ماما النبي حطي لي دي جنبك. طبعا لسه ما فطرتش ولا شربت قهوة ولا اي حاجة، فهنروح هناك نبقى نجيب قهوة وبس. يعني خلونا نوصلها الاول وبعد كده نشوف احنا هنعمل ايه في حياتنا، بس المهم دي تروح الحضانة. جوه كده؟ جو تلج مش قادرة، اطرافي متلجة. تخيل السينما جوه عاملة ازاي. تعالى بريكفاست اهو، تعالى نخش من البوابة دي. اوكي كلمنا محمد عشان يجي يفطر معانا انا وماما. كنا هنقعد في كوفي كالتشر بس حاسه المنيو ميع قوي والله ميع قوي. زحمه قوي هنا. خلاص فطرنا، خدنا القهوه وطالعين على السينما دلوقتي. ان شاء الله الفيلم يطلع حلو، ان شاء الله ما يبقاش فلوسنا راحت على الفاضي. حبايبي رجعنا من السينما وجبت العيال وروحت البيت، ونازله دلوقتي انا ومحمد عشان اجيب له هديه عيد ميلاده. تقريبا هو عايز يجيب جاكيت، فهننزل نبص على جاكيت مع بعض. ده سرقه طبعا من ديالا. بالنسبه للفيلم بقى بتاع الست،
بجد الفيلم خطير. طبعا انا شفت ريفيوز زي الزفت عنه، ناس كتير بتقول ان هو مش حلو وقاعدين يتريقوا ومش عارفه ايه. حتى انا قلت على التيك توك هحط لكم الفيديو دلوقتي عشان ما اعيدش نفس الكلام تاني، بس الفيلم بجد بجد يستاهل، حلو قوي قوي قوي. الو، لسه راجعه حالا من فيلم الست. فيلم الست اللي كان مثير للجدل من قبل ما ينزل اصلا السينمات. يعني انا شفت فيديوهات كتير قوي هنا عن ناس كتير بتتكلم عنه من قبل ما ينزل، وحتى من بعد ما نزل ناس واخدين صور وحاجات او فيديوهات كده صغيره كانت متصوره في العرض الخاص تقريبا، واصدروا احكامهم. وانا رايحه وعندي في دماغي شويه حاجات من الاحكام اللي اتقالت ان منى زكي تعمل دور الست او ام كلثوم ازاي. والصراحه احنا عندنا هيستوري مش حلوه اللي هي بتاعت السندريلا. انا كنت صراحه شايفاها مش مناسبه خالص لدور السندريلا، وجهه نظري طبعا، بس انا كنت شايفاها مش مناسبه ليه. فيمكن ده اللي خلانا اللي هو ازاي، يعني ازاي هما بعاد قوي عن بعض، وهما بعاد عن بعض مش هنكدب يعني. المهم انا احب احكم على الحاجه اما اشوفها بعناية. سمعت الاراء على تيك توك بس دخلت بقى عشان اشوف بعناية. الفيلم يا جماعه طالما احنا ما اتفرجناش ما ينفعش نحكم، نخش نتفرج وبعد كده نحكم. انا ماليش علاقه بالسينما ولا اي حاجه، انا شخص متفرج عادي جدا، بيحب يروح السينما وبيحب يتفرج على افلام وبيحب الفتره الزمنيه دي قوي. فالصراحه من ساعه ما دخلت من اول مشهد لاخر مشهد انا كنت مستمتعه استمتاع مش طبيعي ومتسلطنه بطريقه مش طبيعيه. اللي بيحب اغاني ام كلثوم هينبسط قوي، وانا مبسوطه ان انا كان الفيلم بيحكي عن شخصيتها، لان انا كنت متاكده ان هي كانت شخصيتها قويه. فانبسطت جدا الصراحه. يعني انا كمتفرج عادي جدا لا انبسطت وحسيت ان ال 300 جنيه اللي دفعتهم في السينما لا انا خدت حقهم تالت ومتالت. طيب نيجي للشخصيات اللي جوه الفيلم، يعني نتكلم عن واحد واحد. نتكلم عن منى زكي. منى زكي كممثله بشخصيه ام كلثوم هي ادتها حلو قوي قوي قوي، هي طلعت شخصيتها. بس لو انت هتقارني الشكل فهم بعاد كومبليتلي عن بعض. يعني جه في جزء في اخر الفيلم عن شكلها في الحفلات وكانوا بيجيبوا صور لمنى، هم بعاد قوي. حاولوا بالميك اب، هم كانوا بياخدوا سايد بروفايل اللي هم الجنب، كانت في حاجات كتير شبهها، بس ستيل وش ام كلثوم كان اتخن شويه من منى، فهم ما عرفوش يظبطوه قوي بالميك اب. بس كتمثيل منى زكي بيرفكت ولا غلطه، الفيلم يجنن. طبعا كان طالع احمد حلمي ضيف شرف في الفيلم، كان حته لذيذه. كان اللي كان تعقيب كده اللي طلع بدور الملك فاروق مش عارفه، حسيته شخص غير مناسب اطلاقا، بس يعني دور مش اساسي. ده كان مشهد. نيللي كريم في دور الملكه نازلي كان حاسه اختيار كان ممتاز. شريف اللي هو خال الملك فاروق كنت حاسه يعني كريم عبد العزيز شكله ما يوحيش بان هو من العيله المالكه، مش عارفه ليه، بس حسيت ان هو ما كانش مناسب في الدور. الاصابجي كان بس من قبل ما يطلعوا الاسامي على الشاشه بتقولوا ده الاصابجي ده رامي. مثلا اخو احمد سعد اسمه عمرو سعد اول ما جابوه كده بالجنب مع الشاشه ابيض اسود احنا مستنييناش الاسم يظهر، احنا قلنا ده جمال عبد الناصر. ففي ناس كان اختيارهم جدا ممتاز، لكن في شخصيات كانت قلشه. منى كتمثيل الفيلم يجنن. انا خارجه متسلطنه، يعني انا خارجه متسلطنه حرفيا. واما جت في الاخر بقى مش عايزه احرق لكم الفيلم، بس لما جت في الاخر انها قعدت عيطت كتير جدا، وانبسطت ان انا عرفت جوانب كتير قوي عن شخصيه ام كلثوم ممكن يكون ما حدش اتكلم عنها قبل كده. احنا دايما بنشوفها بتغني بس انا كنت حاسه ان في جوانب تانية ما اعرفهاش، فانبسطت قوي في الفيلم لاني بجد حسيت اني لا هم وصفوا شخصيتها حرفيا. انا ما اعرفش عن شخصيتها بس حسيت ان هم وصفوا شخصيتها قوي. الفيلم حلو جدا، يستاهل ان انتوا تروحوا تجربوه تشوفوه، لانه بجد حلو قوي وانا خارجه مبسوطه جدا. لكن انتوا لو هتقارنوا شكل منى زكي بشكل ام كلثوم فهم بعاد عن بعض جدا. لو هتقارنوا كشخصيه واداء فهي ممتازه. الفيلم يستاهل بجد انتوا تدخلوه، ما تحكموش على حاجه الا بجد ما تشوفوها. ما بحبش اجي المول يوم الخميس عشان بيكون زحمه جدا. طلعت ركنت فوق عشان ما اقعدش ادور تحت بقى. الصراحه مبهدله قوي، بس يلا اي حاجه كده سريعا. انا اصلا هربانه من ديالة حرفيا. حاسس حاجه شداك عايز تجربها؟ حاجه شداني. قال الاسود. بص عليك، هات الشنطه تقيل قوي. الياقوس. اوكي. حاساك عايز اصغر كمان. ده حلو يعني، حاساه يدفي، فاهم؟
مفيش؟ مش كبير قوي يعني، مش كبير قوي. لونه حلو. في جواكت هنا برضو ازاي يبقى يبص عليهم، شكلهم برضو حلو قوي. جينا هنا ديفاكتو نبص برضو على الجواكت، نفس الستايل بس بتاع إلسي وكيكي مبطن، بتاع ديفاكتو مش مبطن. هو حلو، لف كده حلو قوي. لا حلو صح؟ بقالنا بتاع 2.5 ساعة في المول، كل ده عشان نشتري جاكيت، وانا اشتريت لي اوتفيت. نسيت قوي، شكله كيوت، ومش عارفه ليه فجاه بقيت حابه السكيرتس قوي زياده عن اللزوم يعني. جبت سكيرت برضه. فاينلي ات هوم، خلاص رجعنا البيت وجبنا هديه حماده، واشتريت لنفسي اوتفيت جديد بشوفوه بكره ان شاء الله، واحنا بنجهز مع بعض عشان ننزل نتعشى سوا انا ومحمد بمناسبه عيد ميلاده. انت فهد معدي عادي. بس كده اروح البس بيجامتي واكل واريح بقى عشان خلاص مش قادره. هلو حبايبي، النهارده الجمعه 12/12، النهارده عيد ميلاد محمد. نازله من غير ولا نقطه ميك اب عشان كمان شويه هرجع احط فول ميك اب والبس عشان هنزل انا ومحمد نتعشى مع بعض. يعني تحسوا ان الاحداث بتتعاد هي هو يعمل لي الحاجات يوم 3/12 انا اعملها له يوم 12/12. انا جبت له خلاص الهديه امبارح، جبت له الجاكيت وهاخده النهارده اعزمه على العشاء بمناسبه عيد ميلاده. بس انا قلت الاول اخد العيال انزلهم بحيث ان هم ينبسطوا وما يحسوش ان احنا زهقانين من اول يوم قاعدين في البيت. اخلص طاقتهم وبعد كده ننزل انا ومحمد. محمد هياخد فهد يوديه الماجيك بلانت، وانا هاخد ديالا اوديها كيدز ستيشن، لان فهد ما بقاش بينبسط خالص بكيدز ستيشن. وبس كده، يلا بينا. يلا جو 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 from this way جو. لا من هنا، تعالي من هنا. حماس مليون. هلو يا حلوين، الساعة دلوقتي 1 بالليل، وما تستغربوش احنا منزلناش. المفروض كنت حاجزة نروح نتعشى انا ومحمد مع بعض، بس للأسف اما نزلت وديت ديالة تروح تلعب، ومحمد ودى فهد يروح يلعب، وهو بره كده حاسس ان هو تعبان وجسمه مكسر، وكلمني قال لي دعاء انا مش قادر حتى امشي، عارفين كده. قلت له خلاص مش مهم، فللاسف كنسلنا ومنزلناش لانه داخل عليه دور برد مش طبيعي، ومن ساعتها نايم اصلا وعنده كحة شديدة جدا، حتى حط نابولايزر من كتر ما الموضوع سيء جدا معاه. فان شاء الله لو ما بقاش كويس على بكرة هوديه للدكتور نكشف، بس ان شاء الله يقوم كويس. عندنا بكرة الصبح ميتنج في مدرسة فهد، البيرنتس ميتنج، المفروض كان يتعمل اول السنة بس هم اتأخروا فيه شوية وما كتير، فالمفروض ميعاده بكرة. فان شاء الله نصحى بدري ونروح البيرنتس ميتنج، هو من 9 ل12:30 تقريبا، الساعة 1 المفروض اصلا اخش انام دلوقتي. فالحمد لله خلاص كلهم ناموا وانا خلاص بفصل، فغسلت وشي واسناني وبعمل اهو سكين كير عشان ادخل انام عشان اصحى بدري. الصراحة النهاردة انا مسهللة شوية، يعني صاحية اوفر، بس عشان انا صاحية من النوم النهاردة الساعة 10:30، شبعت نوم يعني، فاهمين. وخلصت الفلوج اللي فات، يعني الفلوج اللي فات اللي نزل لكم لسه منزلاه حالا. بصراحه تعليقاتكم حلوه قوي، يعني بحب قوي ما بنزل فلوج اقعد اقرا التعليقات بتاعتكم، يعني انا بحبكم قوي يا جماعه والله العظيم. فالصراحه قاعدين كاتبين لي شويه تعليقات تحفه، وكلكم مبسوطين ان في فلوج نزل، لان انا ما كنتش قايله اي مقدمات، يعني ما قلتش في فلوج هينزل امتى بتاع وهوب فرحت منزله لكم على طول. فكنتوا انتم مبسوطين ان انا نزلت فلوج على طول، وان شاء الله ده ينزل لكم بعديه على طول، يعني ما تاخرش في المونتاج بتاعه. اليومين دول ما عنديش ضغط شغل، فعشان كده مركزه معاكم في الفلوجز شويه، بنجزها لكم على طول يعني. anyways هعمل دلوقتي باقي السكين كير بتاعي واقوم انام، فاشوفكم ان شاء الله بكره الصبح واحنا رايحين او واحنا في البيرنتس ميتنج. ده احلى اب ده ولا ايه؟ ها شطور. وانت بتيجي البيرنتس دي على فكره بيقولوا ان انت ما بتضحكش خالص. نزلت فلوج امبارح وبيقولوا لي نقول لك غير وجهه نظرهم على ان الرجاله نكدين.
طيب اوكي نقوم بس وابقى ارجع لكم. انا امبارح نزلت فلوج اوكي، ففي بنت كتبت كومنت بتقول لي قولي الاستاذ محمد يضحك عشان يغير لنا وجهه نظرنا ان الرجاله نكديين. لا والله مش متابع. على فكره والله العظيم انتوا برضه ما تعرفوش الجانب التاني من محمد، ده هلاس جدا، بس هو يعني مش صديق للكاميرا قوي. بصوا انتوا تشوفوه مكشر كده، بس اقسم بالله مسخره. هنا بريكفاست نفطر. محمد طلب المكرونه دي اللي هي بالريحان، مؤخرا بقى بيحبها قوي، وانا طلبت كرواسون لبنه زعتر حلوه قوي عندهم في بريكفاست. صباح الخير يا جماعه، صباح الفل. النهارده الحد، لسه موصله دي النيرسري دلوقتي، وفهد خلاص نزل من بدري راح المدرسه. ديالا صحيت الصبح مع فهد الساعه 6:30 الصبح وانا مش عارفه ليه. بعد كده رجعت قالت لي مامي هو انت سليب، كانت صاحيه بتدور على ستيتش اللي هي بتحبه قد كده. دورنا على ستيتش وقالت لي ماما وانت سليب. دخلنا نمنا احنا الاثنين، صحيت الساعه 10 على ما نزلنا موصلها الحضانه 11 الا ربع. مش عارفه حضانه ايه اللي 11 الا ربع. ودي من الحاجات اللي مش مشجعاني خالص ادخل ديالا نيرسري بري سكول، بان ديالا انسان كسلان جدا، واكيد اكيد مش هتصحى بدري. يعني انا متاكده مش هتصحى بدري، مش هتعرف تكون ملتزمه بمواعيد المدرسه. فالمفروض ان انا كنت اقدم لها السنه دي للمدرسه، يعني في التقديمات دي عشان تخش في شهر 9 اللي جاي، بس انا للاسف مش هقدم لها. حاساها لسه مش هينفع تخش حضانه دلوقتي خالص، او تخش مدرسه قصدي دلوقتي خالص. anyways خلاص هي نزلت. بصراحه مش عارفه اطلب فطار ولا اعمل فطار ولا اعمل ايه انا في حياتي، مش عارفه. خليني كده اقعد افكر اعمل ايه، بس ممكن بنسبه كبيره اطلب فطار على ما الم الشقه من البهدله اللي هي فيها دي. وايه تاني يا دود؟ نسيت والله كنت هقول لكم ايه. بس النهارده هيبقى اليوم كله ترويق الشقه. النهارده هنروق يعني عشان الشقه خربوها سبيشال ان انا امبارح رحت مع ماما لخالته المستشفى، فهم قعدوا بقى في الشقه، فمش قادره اقول لكم عملوا فيها ايه، لان انيوجوال ماما بتبقى قاعده معايا بتلملم وراهم وبتلم وراهم وكده، فالبيت بيفضل نظيف. وانس انا وماما مش موجودين فبيقلبوا، كان البيت حرفيا بيقلبوا يعني. بس لعبها يعني مش عارفه رايحين فين تاني يعني، فاهمين؟ والمخدات مش عارفه ايه عقدتها مع الكوشنز اللي موجوده على الكنب، بتحب تقعد ترميهم هما، والمخدات الكبيره دي تحب ترميهم على الارض وتقعد تتنطط عليهم، فحاجه تقهر يعني. بس اتس اوكي، خليني اقوم اروق واطلب فطار من بريكفاست على ما الم الدنيا كده. اوكي حبايبي، طلبت مناقيش، بحب المناقيش جدا، مناقيش اللي هي الزعتر والجبنه بموت فيها، بس بتهيألي طلبت زعتر بس، مش فاكره. بس انا ممكن اقعد اكل مناقيش كل يوم، ما عنديش اي مشكله. دلوقتي انا هشغل الغساله فبحط المسحوق. النهارده مش هشتغل، هيبقى اليوم كله ترويق بس الم فيه البيت واقعد كده فاهمين استجم. خلينا نشغل يلا الغساله. تمام، عندي غسيل كتير جدا عايز يتغسل، بس حاجه يعني عندي غسيل برضو عايز يتنشر، وغسيل عايز يتطبق، فاهمين؟ انا حياتي تدور حول الغسيل واخد حيز كبير قوي من حياتي الصراحه. وفكره ان انا اغسل كل حاجه مع بعضها دي حاجه مستفزه جدا، يعني اغسل ابيض مع بعض، الوان مع بعض، والاسود مع بعض، ودي حاجه بالنسبه لي ممله بس ضروري، لان انا شفت تبعات اللي انا عملته في حياتي الفتره اللي فاتت. يعني انا في كميه هدوم باظت يا جماعه من كتر ما انا بغسل كله على كله، واما تشوفوا قوله عرفت قيمه الكارثه اللي انا بعملها، فبطلت اعمل الكلام ده. عندنا غسيل كتير عايز يتلم، والصراحه انا من بعد الاجازه الطويله اللي خدتها للشغل ورجعت اشتغلت ورجعت اجزت تاني بعدها ويك اند، حاسه ان انا مش قادره اشتغل، مش عايزه اشتغل، مش عايزه اعمل اي حاجه. عارفين؟ خلونا نبدا على السنه الجديده. عارفين؟ عايزين تبداوا شغل على السنه الجديده؟ محدش يكلمني في شغل يا جماعه، نبدا السنه الجديده ان شاء الله. خلاص السنه قفلت بالنسبه لي كده. الشمس جميله، انا بحب الشمس جدا على فكره، يعني من الناس اللي بتقدر جدا الشمس، بحبها بتديني طاقه. ما بحبش الايام المغيمه، الايام اللي ملهاش شمس دي انا ما بطيقهاش.
انا ممكن افضل واقفه كده قدام الشمس كتير كتير قوي فاهمين؟ يعني انا ما يعني بقيتش احب الصيف الصراحه، من كتر ما هو بقى صعب ويجيب لي ضيق في التنفس. بس ما اقدرش اعيش من غير شمس. الايام اللي بيبقى فيها الشمس دي بتبقى ايام كئيبه جدا. يعني امبارح كان الحمد لله في شمس، اليوم اللي قبليه كان مغيم جدا. ففكره ان ما يبقاش في شمس طالعه كده وليها نور، يعني كده كده الشمس تطلع، يعني انا بتكلم في ان النور بتاعها عارفين اللي هو لما الشمس كده بتضرب في وشكم. انا بحب الجو ده قوي. تعالوا بقى تشمسوا معايا. من الحاجات اللي انا نفسي فيها قوي ان كان يبقى عندي بلكونه اقعد فيها. يعني الشقه دي كان المفروض ان دي بلكونه، بس يعني صاحب العماره فتحها على الصاله. مش عارفه، تفكير غبي جدا ان انسان يلغي بلكونه. البلكونه دي حاجه لذيذه جدا، واحد بيشرب سجاير يطلع يشرب سيجاره فيها، ناس عايز تقعد في روقان بالليل في الهوا، اوكي، ناس عايزه الشمس تعرف تقعد في الشمس. ففكره ان الواحد ما يبقاش عنده بلكونه دي حاجه سخيفه. وجيس وات شقتي فيهاش بلكونه والله العظيم مفيهاش بلكونه. بس اقول لكم على حاجه، شقتي فيها جاردن صغير، يعني جاردن صغنونه كده مربعه بسلم على الشقه، فاقعد في الجاردن. بس ما فيهاش بلكونه خالص للاسف. هيفضل طول عمري عندي حلم البلكونه. بس اعتقد ان الجاردن هتعمل نفس الحاجه، ان انا برضو احب اشرب فيها شاي، حد يشرب فيها سجاره، اقعد اتشمس فيها شويه، هتعمل نفس الحاجه تقريبا. يعني ابديت عن شقتي، احنا خلاص يعني جبنا المهندسه، والمفروض ان هي خدت خلاص المقاسات وبتعمل لنا بقى الديزاين والحاجات دي كلها عشان نبدا فيها ان شاء الله. رحنا من 10 ايام تقريبا، خدنا المقاسات وخير خير ان شاء الله. انا لما شفتها حسيت ان انا ايش جت، حسيت ان ايه لسه بدري قوي، بس عايزين معنويات تكون عاليه عشان ايه يعني نقدر نعمل. زي ما قلت لكم الموضوع لسه يعني عايز وقت طويل قوي، بس احنا عايزين زي ما قلنا المعنويات تكون عاليه. يعني لما رحت الشقه، لا يعني رحله طويله طويله بس ان شاء الله خير. انا اخترت ان انا اجيب مهندسه الصراحه تظبط لي الدنيا، عشان انا مش عايزه انا ومحمد نتبهدل مع عمال وكده. اصل احنا ما عندناش وقت نتبهدل مع عمال، فجبنا حد هو اللي يعني يبقى مسؤول عن الموضوع من A to Z، واحنا بس يعني بنختار الشكل اللي احنا عايزينه مش اكتر من كده. فخير ان شاء الله. انا كده كده قلت للمهندسه انا مش عايزه افوره، يعني عايزه البيت يبقى بيت طبيعي، عايزاه يبقى بيت طبيعي جدا، بيت عادي جدا، ولا عايزه بقى دي ولا الحركات دي. عايزه بيت طبيعي جدا، وعايزه استغل المساحات اللي موجوده فيه. لو في كورنر او حاجه تستفيدي منه على قد ما تقدري. بس اديتها نوتس بقى على حاجات مش هينفع ان تبقى اي كلام. يعني مثلا الدريسنج عندي مش هينفع يبقى اي كلام. ليه؟ لان انا كان عندي استوديو في الشقه هناك، مش هيبقى عندي استوديو خلاص، هيبقى اوضه لفهد اوضه لدياله، خلصنا. فاوضه نومي والدريسنج بتاعي لازم يبقى اكتر حاجه متظبطه وشكلها كويس. الصاله كمان عايزاها، لان دي تكون قعدتنا الصاله برضو هناك، مش في شقتي مش كبيره قوي، صغنونه عكس هنا تماما. بس عموما انا مش طايقه هنا المساحات الواسعه يعني، فهي صغيره، فعايزه احنا قعدتنا كلها تبقى فيها، فعايزاها تكون لذيذه. فتفاصيل كتير كده، بس اتقول النوت الاساسيه انا مش عايزه افوره.
فاينلي خلاص خلصت الصالة وبقيت الحمد لله زي الفل. خلاص مش قادرة والله العظيم. عايزة اخش بس اتوضى واصلي والبس بقى عشان اجهز لمدرسة فهد عشان انزل اجيبه. عايزة اروح السوبر ماركت، عايزة اجيب شامبو وكونديشنر، لان انا عندي شامبوهات كتير بستخدمها، بس لازم يكون عندي شامبو ضعف بحسه كده ايه، لا يعني لازم يكون في مره في الاسبوع بغسل شعري فيها بشامبو ضعف. بستخدم شامبوهات كتير جدا وكلهم حلوين جدا معايا، بس لازم مره في الاسبوع استخدم شامبو مليان سلفات بقى، عارفين الحاجات دي، لازم الشعر يتنضف كويس. طبعا النور كان قاطع، لسه جاي دلوقتي حالا، يعني التلفزيون فصل وانا بروق واهو لسه جاي دلوقتي. الحمد لله مش هنزل على السلم ومش هطلع على السلم. الحمد لله خلاص صليت الظهر. تخيلوا لغايه دلوقتي مش شربتش قهوه. ليه بقى؟ لان انا طلبت قهوه والقهوه جات لي غلط، وطعم القهوه اللي بعتنها لي بجد وحشه قوي، رميتها اصلا. فتعالوا بقى نعمل قهوه، لان انا مسقطه جدا يعني النهارده، حاسه بجد ان انا عايزه انام، مع اني نايمه كويس جدا، مش هقول لكم كويس جدا، بس مش عارفه ليه مسقطه اوفر كده، يعني عماله بنام على نفسي. احنا كده ما خلصناش ترويق، يعني انا بس روقت الصاله بس، لسه ناقص اكتر حاجه متبهدله المطبخ. الحمامات نظيفه، مش ناقص بجد غير المطبخ اللي كارثه. ليه؟ لان امبارح شوينا على الشوايه اللي هي الجريل دي اللي هي المربعه، شوينا تاني، فالبتاعه دي بتبقى محتاجه تنظيف جامد بقى، فاهمين؟ وانا امبارح بجد ما كنتش رايقه انضفها، فالنهارده ان شاء الله لازم اقعد انضفها، بس اما ارجع بقى، اما اجيب الحلوين وارجع. في كارثه بقى انا بعملها بقالي يومين، وبجد مش هتنفع خالص الكارثه اللي انا بعملها دي. وهي ايه بقى؟ ان كل يوم بالليل فهد يجي يطلب مني هوت شوكليت اعمله واعمل لنفسي معاه. فهوت شوكليت مليان سكر، وبحط عليه مارشميلو مليان سكر. فلا انا بستعبط، يعني ما كنا ماشيين كويس، يعني ما كنا ماشيين في الدايت كويس، ايه اللي جرالي بجد والله العظيم. بس انا دايما كده يعني، والله مش بقى اللي هو في ناس تقولك ما تقوليش لحد انك بتعملي دايت عشان ما تتحسديش ومش عارفه ايه، بس انا دايما كده والله. الموضوع ملوش علاقه بحسد ولا حاجه، تلاقوني ملتزمه جدا، اشد على نفسي شهرين اجلد روحي حرفيا، تلاقوني جسمي ظبط وابتديت كده اللبس يحلو عليا ملحقش افرح، تلاقوني على طول انتكاسه بعدها على طول. من ساعه ما دخلت الفيلم بتاع ام كلثوم وانا ليل ونهار عماله دندن الاغاني بتاعتها، وانا والله العظيم يا جماعه ما كنتش بحب اسمع اغانيها خالص، كنت بحس بملل مش طبيعي في الاغاني بتاعتها. بس قد ايه الواحد لما بيكبر برضه تفكيره بيتغير. يعني زمان كان لما حد يجي يكلمني عن ام كلثوم اقول له لا طبعا، وانا عندي يعني فيروز نمبر 1 مفيش زيها، وهي ستيل مفيش زيها، يعني انا عندي فيروز صوتها يعني رهيب. بس من ساعه ما دخلت الفيلم وانا عماله عارفين ادندن واشغل اغاني لام كلثوم في العربيه، مستغربه نفسي قوي، بس بجد الفيلم حلو قوي. خلاص لبست مسز محمد عاصم بحب البلوفر ده قوي وكل ما البسه اقول مسز محمد عاصم. هنا حرف ام عادي جدا، بس بحسه كده ان هي متاجة، عارفين كده. اصلا محمد حاسه بالذنب من ناحيته بطريقه مش طبيعيه والله العظيم، عشان عيد ميلاده اللي ما عملناش فيه اي حاجه، والصراحه انا كان نفسي ينزل وينبسط. محمد مش بينزل كتير مع صحابه، يعني مش بيقابل صحابه كتير، اغلب الوقت لا اما بيشتغل لا اما قاعد معانا، فبحس ان هو ما بياخدش مساحته، لان دايما لما بيجي يظبط مع صحابه او ينزلوا مواعيدهم ما بتبقاش زي بعض. في منهم اللي عايز ينزل النهارده، في اللي عايز ينزل في الويك اند، بس في شخص تاني بيبقى الويك اند ده مثلا بيقضيه مع العيله، فدايما مواعيدهم مش متظبطه مع بعض. واغلب الصحاب كده الصراحه، مش صحاب وهم لوحدهم يعني. فكان نفسي قوي يخرج وينبسط اليوم ده، وكنت والله العظيم حجزاله في المطعم بتاع براك، بس للاسف كل حاجه اتكنسلت، مع انه كان هينبسط في المطعم ده جدا. محمد اصلا بيموت في الاكل التركي، بس للاسف ما عملناش اي حاجه، وصعبان عليا، حاسه انه عيد ميلاده كده عدى وما عملش اي حاجه فيه. مش عارفه، ممكن يكون بالنسبه له عادي، بس انا بالنسبه لي العيد ميلاد ده حاجه مهمه جدا. تاكل منها ولا مش تاكل؟ مش عارفة، نشوف البيت. ماشي.
انت ممكن مثلا تجيبي اندومي، بقالنا كتير ما كناش اندومي. لا اندومي لا، ايه؟ اندومي لا. احنا ممكن مثلا ناكل حاجة من بره، انا مش عارفة. فهد بقى ايه الراعي الرسمي بتاع نشتري حاجه من بره. انا بصوا استاذ اوردرات، انت عايزني اكلك اكل اعملك امراض في معدتك؟ ماما اصلا لو انا كلت منها كتير هتعمل امراض، بس لو كلت منها فترة كل كذا شهر، يعني لو كلت منها مرة كل كذا شهر هتبقى اوكي. عارفة ان اسمه يس دي عشان انت بتقولي ايوه كل حاجة. هو في ام بتقول ايوه لكل حاجه؟ بتبقى في امهات بتقول ايوه كل حاجة. لا طبعا. بس في يوم واحد كل سنة. يا امتى ده؟ امتى اليوم بقى له كل سنه ده؟ يوم الايوه انت تقولي ايوه وكل حاجة فانكم يطلبوها. دي فكرة ممكن يبقى تاريخ ايه بقى؟ يعني احنا نستناهم هم بعد الفيديو يقولوا لنا يوم الايوه ده هيكون تاريخه ايه؟ يا رب يبقى في شهر فبراير، انا قصدي جنيوري. زي ايه؟ جنيوري، يا رب يبقى في جنيوري. شهر، يا رب يبقى في شهر جنيوري يا رب. قولوا انتوا بقى، كل الامهات تقول عليه ايه؟ ايوه ايوه. يعني لو قمت تجيبي كيوب جيبي، يعني لو قمت تجيبي كيوب جيبي، لو قمت تجيبي 9 باي 9 او 10 باي 10 جيبي، لو قمت تجيبي اندومي جيبي، اي حاجه امك عليها تعمليها. اقولك مفيش سكرين تايم، مفيش. اقولك ما تاخديش تليفون، ما تاخديش. ولو قمتي لا على حاجه يجيلك بانشمنت. لا ما هو الايوه ده هيبقى ليك انت، لكن مش انت تقول لي اعمل ايه. انا ما اقولكش اليوم ده تعمل ايه، يعني انت اليوم ده انت تعمل فيه كل اللي انت عايزه، مالكش دعوه بيا انا ما حدش يمشي كلامه عليا. يعني اليوم ده اي حاجه انا اطلبها عايزها نقول عليها ايوه. اوكي. يعني جيبي 10 باي 10 جيبي اي كيوب جيبي نروح نبسط حتى نروح نبقى ابسنت من المدرسه، نبقى ابسنت نعمل فيك عيد ميلاد نحمل. ماشي. واطلب منك اندومي، اطلب انفينيتي، مفيش سكرين تايم، مفيش اي حاجه تطلبها تقولي ايوه عليها. ولو قمتي لا على حاجه طلب، ويعني دي الرولز، اي حاجه في اليوم ده اي حاجه اقول عليها اطلبها تقولي ايوه. ولو قمتي لا على حاجه انا طلبتها هيجيلك بانشمنت كبير. دي الرولز. اوكي خلاص. انا مش كل الامهات بتعمل كده، في امهات بتعمل كده، بس معلش يعني احنا مش عايزين نروح تحت 7 درجات فخلينا زيهم. اوكي خلاص ماشي. هما لما يبقوا يكرروا معايا اليوم نبقى نكرر يوم مع بعض. انا السجستن بتاعي يناير 8، ده السجستن بتاعي. ايه السجستن بتاعكم؟ قولوا في الكومنتس. هيقولوا في الكومنتس. خلاص يا جماعه قولوا في الكومنتس عايزين يوم ايه يكون الايوه دي. هلو حبايبي، صباح الفل. النهارده خميس، احنا بقالنا تقريبا يومين مصورناش. انا لسه صاحيه من شويه، دوبك نزلت فهد والجو بارد جدا، بردانه بطريقه مش طبيعيه. وفكره ان البيت ساقع والشارع مش بالسقعيه دي حاجه موتراني جدا. يعني ليه البيت يبقى بالبروده دي كلها؟ بس بجد البيت ساقع قوي. يعني انا لابسه البتاعه دي هي ليتلي بطانيه وبردانه برضه برد، الجو تلج هنا. anyways النهارده انا عندي ميعاد الصيانه بتاع العربيه، ومحمد جاي معايا على اساس ان انا عيله صغيره ومش بتعرف تتكلم. هقول لكم فين المشكله. انا عندي السكرين بتاعت العربيه بتاعتي بتعلق تمام. اما باجي اجيب الار بتجيب الكاميرا اللي ورا، ساعتها اروح جايبه الدي برضو تفضل جايبه الكاميرا اللي ورا، فلازم ارجع احرك الايد تاني عشان الكاميرا تظبط. في مشكله في الشاشه يعني. المهم اخر مره في الصيانه انا قلت لهم يا جماعه في مشكله في الشاشه، وريتهم الفيديوهات بتاعت الشاشه والمشكله اللي فيها. فالمهم المهندس هناك قال لي لا ده كان في سلك بس معلق، وانا عارفه ان هم بيضحكوا عليا. كان في سلك معلق بس، ان شاء الله مش هتعلق معاكي تاني، ونشوف على ميعاد الصيانه الجايه.
الفتره دي كلها طبعا الشاشه بتعلق عادي جدا. فمحمد قال لي بقى انت ساكته لهم، انت المفروض مش عارفه تعملي ايه ومش عارفه تعملي ايه، وانا من الناس ما بحبش الخناق يعني ما بحبش المشاكل فاهمين. فمحمد بقى من النوع اللي بيعرف ياخد حقه كويس قوي في الحاجات دي. انا بكبر دماغي من الحاجه مش اذياني وليها حل خلاص مفيش مشكله، بس هو يقعد يقول لي لا انت وانس العربيه تطلع من الضمان مش هتعرفي تعملي ده، فده احسن وقت ان انت تعملي فيه اي مشكله في العربيه وكده. فهو جاي معايا خد اجازه يشتغل النهارده من البيت، بس قال لي والله العظيم لا اجي معاكي. ولان هو برده في التوكيل انا بعمل الصيانات في التوكيل، يعني ايه ممكن اعمل الصيانات بره بس عشان العربيه تفضل لسه في الضمان لو في اي حاجه حاصله. هما كده كده اصلا اسعار الصيانه عندهم اوفر جدا، وفي حاجات ما بتحتاجش ان احنا نعملها، يعني مثلا فلاتر التكييف والحاجات دي انا عملتها المره اللي فاتت فمش ضروري نعملها المره دي، ان مش هستخدم التكييف على الصيانه الجايه ان شاء الله بقى في الصيف. فهم لا لازم تعملي فلاتر، فمحمد بيروح يظبطهم يروحوا منزلين لي السعر جامد يعني. anyways فالمفروض ان انا البس دلوقتي قبل ما ديدي تصحى عشان عندي ميعاد صيانه الساعه 10، فانا عايزه البس واصحي ديدي البسها، وده حوار بقى في حد ذاته. قولي له باي باي يلا امشي بقى، قولي له يلا امشي. باي باي امشي. سامع بتقول لك ايه؟ امشي. علي صوتك. امشي. امشي. الله يهديك يا رب. احنا حياتنا كده، يوم منيل بستين نيله ويوم ضحك وهزار ومتفهموش فيه. الله العظيم انا على فكره الضحك ده كله اكتئاب. انا بص انا على اخر انا عايزه اعيط اصلا يعني عارفين على اخر لو في حاجه بعد الاخر هي انا. ترديش على مامي ليه؟ انا بكلمك على فكره يا عيني طالع لها حساسيه شيز طالع لها حساسيه فوق شفايفها بالظبط، مش عارفه دي بقى حراره ولا ايه معرفش. يوم المستشفى اللي احنا رحناه ده انا ما حكيت لكمش على يوم المستشفى، ما هو كان في اليومين اللي انا غبت فيهم دول. ما انا كان يوم اللي هو اول يوم ده اللي هو ما صورتش فيه، مش فاكره كان يوم ايه. ديالا الصبح وانا بلبسها الساكس عشان وهي رايحه النيرسري كانت متضايقه قوي منه، فقلت اتس اوكي ممكن يكون الاستيك بتاعه مضايقها مع ان الاستيك بتاعه فاين قوي يعني. المهم رجعت من النيرسري من هنا ده كانت في التويلت، فوانا بلبسها هدومها بص بمسك رجل من رجلها لقيتها سخنه جدا اللي هو العبط ده، ببص الرجل التانية مش بنفس السخونه خالص ساقعه، فاللي هو لا اتخضيت ببص على رجلها لقيت رجلها احمر في ازرق. يعني هحط لكم فيديو كنت مصوره لها في المستشفى لقيت رجلها احمر في ازرق، انتوا متخيلين؟ انا قلت بس هي وقعت اكيد في النيرسري ومحدش خد باله منها ولا قدر الله رجليها فيها كسر، ما هي سخنه وورمه واحمر في ازرق كده اتسرعت حرفيا. بس كلمت محمد شكرا ميرسي شكرا كلمت محمد قال لي دعاء بدل بتمشي عليها مستحيل يبقى كسر، لو كسر مش تمشي على رجلها اصلا. قلت له طب اعمل ايه ومش عارفه ايه، قال لي سابقيني على المستشفى. جريت على المستشفى دخلنا طوارئ كشفوا عليها، الدكتور قال لنا دي لحساسيه لحاجه قرصتها لكن دي مش كسر خالص، جابوا لها دكتور عظام وكده قالوا لنا انها مش كسر خالص الحمد لله. فهو ميبي لا اما حشره قرصتها لا اما حساسيه، بس لما طلع لها الحمار اللي فوق شفايفها ده اتاكدت انه حساسيه، ممكن تكون من الفراوله. بس الدياله في العادي بتاكل الفراوله مش بتتحسس خالص، بس المره دي ممكن تكون حساستها بزياده فيها املاح بزياده مش عارفه يعني، بس مش قادره اقول لكم فوق شفايفها عامل ازاي يعني، الموضوع كارثي. يلا بينا فول وطعميه من عند تغاميس. تغاميس ده انا على طول بطلبه في البيت. يلا بينا. جميل. وعارف احلى حاجه في هنا ايه بقى؟ الدفى. الدنيا هنا دفى. انا بقى هاتني هنا على الكنبه هنا تعالي. الفول هنضرب فول وطعميه. احنا هنتعمي
شد شوف. برضه. لا انا بقالي كتير ما اكلتش فول وطعميه. ولا طب هنعمل ايه بقى؟ نعمل سكان من دي؟ مش عارف بقى، هو حد بيجي. اوكي يا جماعه ده الفطار، بس النور قطع. مش قادره اتنفس. ما دبش ولا ايه؟ انت ولا انا؟ احنا الاثنين. انا ربيت ما بوظت الدنيا. المشكله بتاعتها خطيره. خطيره. مشغلين مسلسل بنتفرج عليه. أيامي هون عليا حياتي.